Nous avons beaucoup d'affectation pour le peuple. لدينا تعاطف كبير مع الشعب المغربي بالنسبة لقضية سيادته ووحدته الترابية. هذا شيء مهم بالنسبة لنا، ونحن إلى جانب المغرب ففي كل تصريحاتنا أمام الأمم المتحدة ندعم المبادرة المغربية. نحن هنا من أجل هذا للبرهنة على هذا الدعم والتضامن مع الشعب المغربي. وفي لقائه مع وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ذكر نائب الرئيس السلفادوري بافتتاح أول سفارة للسلفادور في إفريقيا بالعاصمة الرباط، وهو ما يعكس مستوى العلاقات بين البلدين. وجدد نائب رئيس السلفادور دعم بلاده لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. أريد أيضا أن أجدد دعم بلادي وموقفها سواء أمام الأمم المتحدة أو من خلال علاقتنا الثنائية لسيادة المغرب على كافة أقاليمه الجنوبية. لقد اتخذ سلفادور دائما موقفا داعما لسياسة المملكة المغربية. العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية السلفادور تمنح للمغرب فرصة دخول نظام الاندماج بأمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية، كما تعتبر جمهورية السلفادور المغرب كبوابة لإفريقيا. وكان نائب رئيس السلفادور والوفد المرافق له قد قام بزيارة لضريح محمد الخامس ووضع إكليلا من الزهور ترحما على الروحين الطاهرتين لجلالة المغفور لهما الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.